تعال نشوف المعامل، ايه المعامل اللي احنا ممكن نتابعها. تمام. اول حاجه احنا بنتكلم عن السكر، يعني نسبه السكر في الدم. تمام. هل السكر كويس؟ السكر عالي، لان طبعا في المستشفى بيحصل مشكله كبيره اسمها ستريس هايبرجلايسيميا. يعني ايه ستريس هايبرجلايسيميا؟ يعني زياده نسبه السكر نتيجه الضغط او حاله الاستريس اللي فيها العيان. ايه حاله الاستريس؟ المرض الشديد اللي فيه العيان ده بيخلي الجسم في حاله ستريس، فالجسم يبدا يطلع كورتيزون. الكورتيزون بيعمل مقاومه في الانسولين، بيعطل حرق السكر في الجسم، فيرفع نسبه السكر في الجسم، فبالتالي بيرتفع نسبه السكر. فاي عيان في الاي سي يو بنسبه كبيره ممكن تلاقي ان نسبه السكر في جسمه عاليه. فبالتالي احنا عايزين نعرف ده ليه؟ لان احنا لو في مشكله في السكر هنبدا نقلل من السكريات اللي احنا بنديها له او كميه الكربوهيدرات اللي احنا بنديها له. طب تاني حاجه البلازما ليبيدز، الدهون اللي موجوده في ايه؟ في الجسم او في الدم، يعني في دهون الدم اللي هو ال دي ال والاتش دي ال. دول ال دي ال والاتش دي ال بيسموهم الكوليسترول. تمام. والتوتال كوليسترول، التوتال كوليسترول اللي هو بيتقسم ل اتش دي ال وال دي ال. يعني سي مثلا التوتال كوليسترول هتلاقي النسبه بتاعته لحد 200، الاتش دي ال لحد 50، ال دي ال لحد 150. تمام. طيب وفي ترايجلسرايد، يعني هم دول الاربع حاجات اللي احنا بنقيسهم في الليبيد بروفايل. تمام. طيب في بعد كده الرينال والليفر بروفايل. في طبعا من اهم الحاجات الالكترولايتس، ده حاجات ديلي يعني. ده احنا ممكن نقول مثلا نقسم المعامل، يعني انت ممكن افرمت لك كده، اسيستم لك الدنيا. المعامل بتتقسم حاجات يوميه، حاجات كل 3 ايام، حاجات مثلا كل شهر مره. حلو. طيب الحاجات اليوميه اللي هي زي الالكترولايتس والاي بي جي، اللي هو الكالسيوم، مغنيسيوم، فوسفورس، بوتاسيوم. تمام. صوديوم. الحاجات دي بشكل يومي بتتقاس، التغير فيها بيبقى سريع جدا سواء بالنقصان او بالزياده. طيب الحاجات دي بشكل يومي. طيب الحاجات اللي بشكل اسبوعي ممكن نقول السكر كمان بشكل يومي، يعني السكر والالكترولايتس. طيب الحاجات اللي بشكل كل 3 ايام، يعني مرتين في الاسبوع مثلا، على حسب الاستقرار. لو البيشنت مش مستقر ممكن نقول الرينال، ممكن نقول الليفر، ممكن نقول الدهون. الثلاثه دول ممكن نقيسهم كل 3 ايام. لو مستقر كل اسبوع، يعني لو في اضطراب في الليفر والرينال بروفايل والليبيد بروفايل هقيسهم كل 3 ايام. لو مستقرين هقيسهم كل اسبوع. تمام. طيب فده ايه الجزء الثاني. طبعا الثيرويد فانكشن بس مش في العيان المستشفى قوي. طيب ممكن حاجات تانية بقى، يعني خلينا نقول البروتينز. البروتينز زي ايه؟ زي الالبومين. وفي حاجه تانية اسمها التوتال بروتين. طيب احنا بنقيس دول ليه؟ يعني الالبومين والتوتال بروتين دول بنقيسهم ليه؟ الالبومين والتوتال بروتين ده بيعكسوا حاله البروتين. لو انا جسمي كويس فجسمي فيه بروتين كويس فما عنديش مال نيوتريشن، هتبقى نسبه البروتين مناسبه. لو انا عندي مال نيوتريشن هتبقى نسبه البروتين قليله. تمام. فبيقل الالبومين. فالالبومين من ادق الحاجات اللي بتقيس المال نيوتريشن. طيب بس هو مش دقيق في حاله واحده، او خلينا نقول حالتين. مش دقيق في حالتين. طيب الحالتين اللي هم ايه؟ اول حاله لو في مشكله في الكبد. الكبد اللي اصلا اللي بيصنع الالبومين. فلو في مشكله في الكبد يبقى احنا لو قسنا الالبومين كده كده هنلاقيه قليل، لان الكبد ما بيصنعش. واضح؟ يعني هما بيقولوا لو انت اكلت كويس بروتين فتصنيع البروتين في جسمك هيبقى كويس، فنسبه الالبومين في جسمك هتبقى كويسه. فاحنا ممكن نقيس التغذيه، هل انت بتتغذى كويس او لا، من نسبه الالبومين. لو الالبومين كويس يبقى انت بتاكل بروتين كويس، يبقى جسمك فيه بروتين كويس، يبقى انت ما عندكش سوء تغذيه. لو الالبومين قليل يبقى انت جسمك فيهوش بروتين كويس، يبقى انت عندك سوء تغذيه. طيب المشكلتين ان انت اول حاجه الكبد بايظ فما بيصنعش، فانت بتاكل بروتين بس الكبد ما بيعرفش يصنع. ففي الحاله دي مش هنعرف نقيس البروتين. طب تاني حاجه عندنا لما يكون العيان في ستريس او في اي سي يو او في اند ستيج ديزيز، يعني مرض شديد قوي. طب ده ليه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما يكون في مرض شديد؟ احنا الكبد عندنا بيصنع نوعين من انواع البروتين.
بروتين اسمه فانكشنال بروتين، بروتينات وظيفيه، وبروتينات اسمها اميونو بروتينز، يعني بروتينات مناعيه. فلما اكون انا في ستريس، انا محتاج اني اولى المناعيه، يعني انا عندي انفكشن، عندي انفلاميشن، عيان في ICU، محتاج البروتينات المناعيه اكتر من احتياجه للبروتينات الوظيفيه. فالكبد بيبدا يفضل تصنيع البروتينات المناعيه على حساب البروتينات الوظيفيه، فيبدا يقل تصنيع البروتينات الوظيفيه زي الالبومين والبري البومين والترانسفيراتين والكلام ده كله، اللي هي النواقل. الالبومين بينقل بعض الادويه، البري البومين بينقل حاجات برضه، بينقل بعض البروتينات، وبينقل بعض الاملاح وبعض المعادن، الالكترولايتس. الترانسفيراتين ده بينقل الحديد. فدول بيسموهم فانكشنال، يعني بروتين بيتصنع عشان يقوم بوظيفه معينه. فدول بيقل تصنيعهم ليه؟ انا عايز اصب كل التصنيع بتاعي ناحيه البروتينات المناعيه اللي بيسموها اميونوجلوبولينز، الانتي بوديز، الاجسام المضاده. دي بتتكون من البروتين اللي بيصنعها برضو الكبد. فانا في حاله الضغط النفسي، في حاله الاسترس، مش الضغط النفسي اللي هو الاسترس، يعني الاسترس اللي هو زي ما احنا قلنا ممكن عيان في ICU ولا حاجه، ساعتها بيبدا تلاقي الالبومين بيقل لوحده. الالبومين بيقل ليه؟ مش عشان الراجل ده عنده مال نيوتريشن، لكن عشان الراجل ده في ستريس، فالكبد بدا تاكل بروتين ما يصنعش البومين، ويصنع الاميونوجلوبولينز او الانتي بوديز. واضح؟ يعني اي عيان ICU غالبا هتلاقي الالبومين كده كده قليل. طيب، وده خطا شائع بيحصل في المستشفيات. إيه الخطا الشائع؟ ان الدكاتره تيجي تقيس الالبومين عشان تشوف حاله التغذيه، فتلاقي الالبومين قليل، فيقول لك الالبومين قليل عشان هو ما بياكلش بروتين، او الالبومين قليل عشان هو بيفقد البومين كتير. فبيبقى حل من الحلين: لا اما آه نديله البومين، لا اما نديله كميه بروتين كتير قوي. وفي الحالتين غلط. ليه غلط الحالتين؟ لان هو مش لو اديت البومين كده كده بعد شويه هيقل تاني، لان الكبد هو اللي مسؤول عن تصنيعه وما بيصنعوش. ولو اديت بروتينز كتيره برضو هيبقى اوفرلود على الفاضي، لان الكبد كده كده مش هيصنع. فاحنا بنقول في مصطلح كده بنقول في ICU: ما تجريش ورا الالبومين. يعني ايه ما تجريش ورا الالبومين؟ يعني لو الالبومين قليل ما تحاولش تموت نفسك ان انت تعدله، لانه كده كده هيفضل قليل. طب اعرف حاله البروتين منين؟ في رقم تاني اسمه التوتال بروتين. ايه التوتال بروتين ده؟ ده قياس بيقيس لك كل البروتينات، البروتينات المناعيه والبروتينات الوظيفيه. ولو قسته هيعكس حاله البروتين في الجسم، فهيقول لي هل الراجل ده عنده مال نيوتريشن ولا لا. لكن مش الايه، مش الالبوم. تمام كده؟ طيب، فبالتالي دي الحاله اللي احنا بنقول عليها الالبوم. فبالتالي احنا بنقول الالبوم. طب الالبوم ده ممكن نقيسه برده كل 3 ايام او اسبوع، على حسب لو الحاله مش مستقره كل 3 ايام، لو مستقره ممكن كل اسبوع. تمام. طب خلينا نتكلم على الرينال بروفايل تيست، الاختبارات بتاعه الكلى. عندنا اليوريا والكريات، دول اشهر حاجتين. تمام. الكريات ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين بيبقى من كرياتين. بروتين اسمه كرياتين، من اهم دلوقتي المكملات اللي شغاله في السوق. ده بروتين بيبقى موجود في حجم العضله، يعني بيكون جزء من حجم العضله الموجوده عندي، من اهم البروتينات المكونه للعضلات. فبالتالي هو بيقيس حاجتين، يعني الكرياتين، كرياتينين. يعني الكرياتين هو في عضلاتي يبدا يتكسر، يخش على الكبد، الكبد يحول الكرياتين لكرياتينين. ليه؟ لان الكرياتينين ده هو اللي بيدوب في الميه فيعرف يخرج بره الجسم. يعني الكرياتين ده ما بيخرجش بره الجسم. ليه؟ لان هو ما بيدوبش في الميه، لازم يتحول لشكل تاني اسمه كرياتينين عن طريق الكبد، اللي بيدوب في الميه، ويبدا ايه الجسم يخرجه بره الجسم. الجسم يخرجه عن طريق الكلى في البول. طيب، فاحنا بالتالي بنقيس الكرياتين في الدم. ركز معايا. بنقيس الكرياتين في الدم. تمام؟ ماشي. آه فاحنا لما بنقيس الكرياتين في الدم، ايه اللي بيحصل؟ فبيعكس لي حاجتين. لو انا لقيت الكرياتين عالي،
يعني الكرياتين مثلا هتلاقيه من ايه، من 8 من 10 9 من 10 لحد 1 1 و2 ماكسيموم، ده في المعامل. طب لو انا الكرياتين اعلى من 1 1 و2، ده يعكس ايه؟ ده يعكس ان مشكله في الكلى الفلتر اللي بيخرج الكرياتين، الكرياتينين بقى بدات تسد، فالكرياتينين بدا يتراكم فنسبته عليت في الدم. اه، ده كده ايه؟ لو الكرياتينين عالي، تمام، يبقى في مشكله في الكلى. طب لو الكرياتينين قل، حد ممكن يقول لي ده يعكس ايه؟ يعني لو الكرياتينين قليل في الدم، ده معنى ايه؟ حد ممكن يقول لي؟ يعني دكتوره هبه لو حضرتك معانا، اللي هيجاوب السؤال ده صح هيحضر معانا على الورشه بقى السبت الجاي. احنا بنعمل ورك شوب كل سبت، بناخد موضوع بنتناقش فيه، سواء مثلا الحالات المرضيه في مرض الكلى، مرض الكبد، مش عارف، مرض القلب، نظام الكيتو، اضراره ومزاياه وعيوبه وكيفيه تطبيقه. وكل ما بنقول توبيك بنبدا نمسك حاله احنا كانت معانا ونشرح الكيس. فاللي هيجاوب السؤال ده صح. حلو قوي، دكتوره دينا جاوبت السؤال صح والحمد لله، ايه، خدت اول ورشه. ممكن بقى ان الكتله العضليه قليله والبروتين قليل، رائع، كويس، في اتنين اهم كسبوا يا دكتور. كفايه بقى نقفل المسابقه على كده عشان المسابقه وقفت عليهم بخساره كده. خلاص، في اتنين اهم، دكتوره سحر ودكتوره دينا هيحضروا معانا يا دكتور بهبه بعد اذنك الورك شوب الجاي. تمام. طيب انا يعني بعد اذنكم يا دكاتره، الدكاتره اللي جاوبوا بس يبعتوا لي بعد المحاضره عشان اخلي دكتوره هبه وهي بتعمل الجروب او بتنظم الجروب الجاي مع المنظمين تضيف حضراتها. تمام. طيب، فبالتالي لو الكرياتين قل معناه ان الكتله العضليه قلت، فكده يبقى البروتين اللي انا باكله قليل. فهو برضو ده العفو ده، الله يكرمك كده. فده سلاح ذو حدين، يعني لو زاد يبقى كلى، لو قل يبقى مال نيوتريشن. حلو قوي. تمام. طيب فده كده ايه، الرينال. طب الليفر، احنا قلنا الليفر بتبقى حاجه اسمها الاي ال تي والاي اس تي، تمام، وحاجه اسمها البيليروبين. البيليروبين ده الصفرة، تمام، والاي ال تي والاس تي. السي بي سي ده ممكن يعكس كذا حاجه بقى، يعني برضو ممكن يعكس. هو كان مهم الفتره الاخيره جدا عشان حالات كورونا وحالات الانفكشن بتزيد فيه كرات الدم البيضاء اللي بيسموها الليمفوسايتس، اللي هي مش عارف ايزينوفايل والحاجات اللي بتلاقيها في السي بي سي من تحت كده، بتلاقي جزئيه كده فيها كرات الدم البيضاء. لو كرات الدم البيضاء غالبا زياده، ده بيعكس ان في انفكشن او في عدوى او في التهاب. لو قليله ده معناها ان في مال نيوتريشن. ليه؟ لان كرات الدم البيضاء برضو بتعتمد على البروتين في تكوينها، فلو قليله ده غالبا برضو ممكن يكون مال نيوتريشن. لو زياده كده ممكن في عدوى. تمام.